رجعت لكم يا حبايبي بعد ما عملنا العيش بلحمه. زي انا وريتكم اللحمه كيلو ونص النهارده، قلنا هنعمله النهارده عيش بلحمه، وهنعمله النهارده. شوفي بقى العيش بلحمه جميل ازاي. هم دولت عيش بلحمه لسه داخل اهوت في ورق السلوفان زي ما انت شايفه كده، ودايب ازاي، دايب وجميل ازاي. عاملينها زي ما وريتكم كده اللحمه البلدي. النهارده يا حبايبي يا نور عيني، النهارده دي غداني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبأحسن حال. وانا بشكر كل حبايبي جوا مصر وبره مصر لدخولكم القناة والتفاعلكم معايا في القناة. ربنا يبارك فيكم يا رب، ويبارك في اولادكم ويبارك لكم في اسرتكم يا رب. انا مش راضيه نفتح العيش دي يا حبايبي، لما يجوا بقى ساعه الغدا بنفتح ايه. انا عامله كل نفر رغيفين زي ما انتم شايفين كده. الغدا بتاعنا الجميل اللذيذ. بالله عليكي ان وصلت لغايه كده خلي بالك من اللايك. واحلى غدا النهارده جميل ولذيذ، وفيديو ما هوش كبير، فيديو صغير. خلي بالك من اللايك بتاع ست الحبايب يا حبايب. يا صباح الخير والفل والياسمين على كل حبايبي جوا مصر وبره مصر. النهارده يا حبايبي عاوزه نعمل الغدا. غدا ايه يا ست الحبايب؟ عاوزه نعمل لحمه، عيش بلحمه. بس انا ما بعملهوش في البيت. انا معايا كيلو ونص لحمه، احنا بنجيبهم من عند الجزار. طبعا اللحمه عندنا ب500. جايبه كيلو ونص اهمت، واللي هو الجزار اللي انا جايبه منه اللحمه انا مطلعاها بس بدري حبه عشان اوديها له. الجزار بنقول له هنعمله عيش بلحمه. بعد ما بيقطع بس الكيلو ونص بحط عليهم دهنه ربع كيلو حاجات من دي، ويمسكهم يفرمهم زي ما انتم شايفين كده. انا بنوديهم هنا عندي واحد جارنا هنا ابن اختي بيمسك البلاستيكه كده يغسلها ويحط لنا لحمتنا ويحط لها التحبيشه بتاعتها ويعمل لنا العيش بلحمه. قلنا له اعمل لنا دولت قد ايه؟ 12 رغيف، الكيلو ونص هيعملهم لنا 12 رغيف عشان نتغدوا اني وفيه ولادي جايين ونسوان عيالي. قلنا نعمله النهارده عيش بلحمه مع حاجه صاقعه مع كده نعدوا ايه اليوم النهارده. دول كيلو ونص لحمه والله يا حبايبي، ب1000 ونص. دول ب1000 ونص. وقلنا نروح نعملوهم عيش بلحمه. مهما نعمل في البيت مش هيبقى زي ايه، زي اللي بره، وما عادش بقى في صحه نعمله. وعبل ما نعمل العيش بلحمه يعني هنودي له اللحمه برضو بعد ساعه كده ونعمله العيش بلحمه. هي طرت اهي، طرت اهي. نعمله العيش بلحمه وهوريه لكم، بيبقى جميل ولذيذ. وان وصلت لغايه كده خلي بالك من اللايك وحياه ولادك.